السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. بزاف الناس يا جماعة راهم يكتبوا لي في التعليقات يقولوا لي الجزائر القديمة خير من الجزائر الجديدة. اليوم راني كاتب لكم السلبيات تاع الجزائر القديمة والإيجابيات تاع الجزائر الجديدة، وانتم حكموا بالتعليقات في التعليقات. الجزائر القديمة استيراد البصل، مع الرغم من بلاد أرضنا فيها 2 كيلومتر مربع، 2 مليون كيلومتر، أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع. المفروض البصل ينغرس هنا، وذاك نقول لكم الأزمة تاع البصل هذه علاه وقع لنا المشكل فيها. زيد استيراد حاويات الرمل والحجر، استيراد المفرقعات، نفخ العجلات السيارات المستوردة، تضخيم الفواتير، تبييض أموال وتهريبها إلى أوروبا والإمارات، شراء الذمم، تقلص الاحتياطي الصرف 35 مليار دولار. يعني الميزانية تاع الدولة قاعدة تنقص، كان عندنا 1000 مليار ولا عندنا 35 مليار دولار، هيا لو بالدراهم الاخرين وراعوا. زيد النتيجة كيما نقولوا حنا الشي اللي نبيعوه من غير البترول والغاز مليار دولار فقط، يعني الصادرات غير المحروقات. زيد نشوفوا الجزائر الجديدة، تحقيق الفلاحة 25 مليار دولار، القانون ضد المضاربة بقوت الجزائريين، شراكة حقيقية لصناعة السيارات. في الجزائر القديمة كانت نفخ العجلات، هنايا شراكة حقيقية لصناعة السيارات، يعني الدولة تصور والمستثمر يصور، في زوج نصوروا، ماشي انت تصور الدولة تقعد تشوفك. انتهاء عهد الفساد بكل أشكاله، ما نقولوش انتهى 100%، بس راهي كاينه محاربه الفساد. ديجا سقسوا في السجون شرا كاين مضارع في الحبس. استرجاع اموال المنهوبه ومازال العمليه راهي مستمره. عوده هيبه الدوله في السياسه الخارجيه، سياستنا الخارجيه كما على بالكم كانت ميته. ضرب بيد من حديد لخطاب الكراهيه، يعني السب والشتم الى اخره ممنوع في الجزائر. إبعاد المال الفاسد عن السياسة، وارتفاع احتياطي الصرف إلى 67 مليار دولار. حاليا الميزانية تاع الدولة قبل كانت 35 وباغي تزيد تنقص، دروك راهي 67 وراهي طالعة. و7 مليار دولار هذه رانا نصوروها خارج البترول والغاز من الخارج. يعني شتو الفرق؟ وتقولي بصح البصل الله يدير 30,000. البصل حبابي المشكل هنا تاع الدولة، الغلطة اللي دارتها عام الأول ما دعمتش الفلاح، وهذه دائما احنا رانا نقولوها، لازم الدولة تدعم الفلاح وتدعم الزراعة. عام الأول الفلاح خسر في البصل، السنة معظم الفلاحة ما داروش البصل، ونسبة قليلة هي اللي طلع البصل. هنا المشكله، على راني نقول لكم دائما الدوله لازم تدعم الفلاح وما تخليش الفلاح يخسر، واذا خسر دعمه، ما تخليش يطيح، باه ما تطيحوش في هذا المشكل المره الجايه. هذه نعم نوافقكم فيها. هنا الدوله اخطات العام اللي فات من ما دعمتش الفلاحه اللي خسروا في البصل، وهذه غلطه تاع الدوله ويتحملوها هما. سيخوتي تهلاو في رواحكم.